يسعد صباحكم أحبتي. اليوم فطورنا تسائي. تسائي عبارة عن حمص قبل بيوم منقوع، تاني يوم سالقينه ساعة. خبز منشف قبل بيوم ناشف بالزيت. ولا البدوة، هلا البدوة جاهزة معنا، كل شي جاهز معنا. طبعا مقبلاتها، وهي البدوة. هلا حنبتدي أول كل تبع الزيت نحط الحمص والمرقة، هي تبع الزيت. بعدين بالزيت حاطين بالزيت للفقسة زيت زيتون وكربونات الصوديوم. هلا بنحطها كمان فوق تسقية، شايفين لونها حليب. هي خلصت اول تسقية تبع الزيت. شو بدنا نحط لها؟ نحط لها كمون، فقط كمون. هي بدها كمون فقط. هلا بناخذ التسقية الثانية. هلا خلصت تسقية الزيت. هلا البدوة هي عبارة عن خبز مثل ما قلنا ناشف قبل بيوم، بنحط له كمان شوية مرقة وحمص، وبعدين بنحط له شوية من التبلة المسبحة. هي المسبحة شو عبارة عن حمص وثوم وعصير ليمون فقط لا غير. بنحط شوي ومنقلب شوي حتى تغب الخبز المسبحة. بس هي المسبحة مخففة، مو مثل المسبحة اللي بناكلها من يعني بتكون يعني مايلة سميكة أكتر. عم تعطيني اللوز عرض. هلا حطيت بقية البدوة، عم تعطيني اللوز عرض. اللوز هلا بنحط عليها هي فلفل اسود، ما بنحط كمون نهائيا. هي فلفل اسود، ونحط عليها رشهم هون، رشهم كلهم، ايه كلهم رشهم كله. ايدك عبد. هلا بنحط السمنة واللوز. هلا في بنحط له رمان، المفروض نحط له رمان، لكن انا اليوم ما حط له رمان حب. حطيت له رمان حب ناشف، شايفين؟ حطيت له رمان حب ناشف. وهي التسقية البدوة جهزت. طبعا معها بناكل مخللات، مخلل خيار وفليفلة، ومخلل باذنجان وبصل، وشطة اللي بيحب ياكل شطة وفلفلة. المفروض نجيب فجل، والله ما جبنا فجل. طيب معها فجل بصل أخضر. وهي صارت التسائي جاهزة. هي التسائي صارت جاهزة. التسائي صارت جاهزة. إلى اللقاء يا أصدقاء. هي التسقية البدوة مثل ما قلنا، وهي التسقية تبع الزيت، تسقية الفأسة بنسميها. إلى اللقاء يا أصدقاء.